ناس كتيرة منتظرة الفيديو دوت، لان انا الفيديو ده هكلم فيه على اداره الوقت، خاصه الطلبه اللي هي اوريدي محوله من الناشونال سيستم او من الاي جي محوله للامريكان سيستم. طبعا مع اختلاف الانظمه، فانت هتلاقي المسائل اللي هي اوريدي بتتحل في الناشونال او بتتحل في الاي جي بتاخد وقتك وبتاخد راحتك، على عكس الامريكان انك لازم تبقى عندك سرعه ولازم يبقى عندك اكتر من طريقه حل للاكزامبلز عشان تقدر توصل بسرعه. وبالتالي انا قلت في فيديو قبل كده تعالى نشوف المدرس لازم يساعدك ازاي، وتعالى النهارده نتكلم انت كطالب المفروض تعمل ايه. عندك 3 حاجات مهمين جدا لازم تعملهم. رقم 1، لازم وانت شغال مع مدرس وات ايفر بقى بيشتغل بتايمنج او لا، تبقى انت عامل حسابك ان تايم السؤال ما بين 5 ثواني 10 ثواني، اقصى حاجه 60 ثانيه، يعني دقيقه كامله. ده اول حاجه لازم تبقى انت عامل حسابك عليها، وحتى لو هو مش بيدربك عليها انت درب نفسك عليها. رقم 2، وانت بتحل الكويزات والهوموركات اللي هو بيديها لك، اول حاجه بتعملها عد الاسئله الاول. عندي والله 20 سؤال، يبقى هتحاول بقدر الامكان تخلصهم في 15 دقيقه. عندك 25 سؤال هتحاول تخلصهم في 20 دقيقه. عندك 30 سؤال هتحاول تخلصهم في 25 دقيقه. وبالتالي اوفر ان اول خلي بالك بقى موضوع التايمنج ده انت اللي هتظبطه بنفسك، لان مهما حتى لو كان المدرس معاك شاطر، لازم تدريبك انت المستمر على اللي انا بقوله لك ده هيوصل فعلا بعد كده النتيجه. لان حضرتك ممكن في الاول انت عامل حسابك 30 سؤال في 25 دقيقه، لقيت نفسك اول مره لقيت نفسك 45 دقيقه، هتعمل ايه ساعتها؟ يعني ما تبقاش الموضوع صعب بالنسبه لك، عادي جدا، مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما توصل للي انت عايزه. خلاص، دي رقم 2. رقم 3، وانت بتحل امتحان كبير، ازاي توصل للتكنيك والهاكس بتاعتك عشان تقدر تحل امتحان، وبقدر الامكان لو هو مثلا امتحان التايم بتاعه كان 25 دقيقه انت تخلص في 15 دقيقه. هتعمل ايه؟ في عندي تكنيك وهاكس مهمه جدا، اكيد هعلمها لكم لما تحضر معايا حصه كومبليتلي فور فري. ولكن الاهم من كل دوت واللي انا عايزك تركز عليه، ان حضرتك في الوقت دوت لازم تبقى انت مركز جدا، انك وانت بتعمل الهاكس وبتعمل التكنيك بتاع حل الامتحان لازم تتدرب عليه برضه. يعني هقول لك والله خد المسائل مثلا السهله وهعلمك طريقه كده انك في اول 5 ثواني تعرف المساله دي هتعرف تحلها ولا لا، او هتاخد منك وقت ولا لا. اول 5 ثواني عرفت المساله دي هتاخد مني وقت، هتسيبها وتخش على اللي بعديها. طب عرفت انك تعرف تحلها، هتدوس فيها وتحلها في اقل من 30 ثانيه. وهو ده اللي انا بحاول افهمه لك. طب طريقه انك تعرف ازاي؟ تعال احضر معايا حصه كومبليتلي فور فري، وده حاجه انا بقدمها لكل الفولورز اللي عندي. وتعالى شوف انت كطالب ازاي هتعرف تمانج يور تايم وتعمل اداره للوقت بتاعك بشكل كويس جدا اثناء الحصه وفي الكويزات وفي الامتحان الكبير باذن الله. اعمل شير لكل اصحابك، واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو دوت فيديو مفيد بشكل كبير جدا لكل الطلبه. وباذن الله هحاول بقدر الامكان ان اللي يحضر، طبعا عارف ناس كتير قوي بتقدم لي على الحصص الفري، بس بمانج انا الناس بقدر الامكان، وان شاء الله يبقى في استفاده لكل الطلبه باذن الله. اشوفكم دايما على خير. معاكم امير حميده.